السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا زياد مبروك ودي قناة يلا كيمياء، وهنراجع مع بعضنا مراجعة شهر ابريل. مراجعة شهر ابريل دي اللي هي عبارة عن ايه؟ الباب التاني كله واول درسين من الباب التاني. دول ان شاء الله هيتشرحوا بالتفصيل في فيديو النهارده في اقل وقت ممكن. علما الفيديو كله مش هيعدي اصلا ساعة ونص تقريبا، او ساعة ونص ساعتين، فرنج قليل اوي ان شاء الله. انا معرفش صراحة هو كام، لسه هشوف. الحمد لله عشان نشرح فيها كل حاجة بالتفصيل. اي حاجة ناقصاك هتلمها النهاردة ان شاء الله. احب اقول لك مش ده بس اللي هينزل لك كمان. احنا حلينا التقييمات الاسبوعية من الاول للخامس اللي هو تقييمات الباب الاول كلها، بقى معاك تقييمات الباب الثاني. هينزل لك ان شاء الله فيديو مجمع في جميع تقييمات الباب الثاني من اول تقييم للباب الثاني لحد اخره. ولو نزل تاني لحد اخر محتوى الشهر هينزل لك برضو ان شاء الله. هينزل لك امتى يا مستر؟ الفيديو ده مثلا، الفيديو النهارده مثلا هينزل النهارده اهو. الفيديو التاني بتاع التقييمات هينزل بعد بكره، يعني اسيب لك النهارده وبكره تذاكروا، تيجي لي بعد بكره اقول لك حل معايا كل التقييمات. طبعا مش محتاج اقول لك ان احنا التقييمات بتاعتنا او اي حل احنا بنحل بالتفصيل، مش معتبر بنقرا وخلاص. لا، ده انا بقول لك الموضوع جه ازاي وبشرح لك تاني. فالمراجعه مبذول فيها كميه رهيبه، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والملازم دي والمذكرات دي كلها هتلاقيها فين يا مستر؟ هتلاقيها في جروب التليجرام او قناه الواتساب. هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن او في اول كومنت. فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ويلا نبدا يا صديقي، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي يا رب دايما تكونوا بخير. أنا زياد مبروك، وهنبدأ مع بعض إن شاء الله النهاردة بداية مراجعة الباب التاني. كنا راجعنا الباب الأول وخلصناه، تبقى ارجع اتفرج عليه لو ما اتفرجتش عليه. ودلوقتي بداية الباب التاني يا صديقي. احب انوه عليك ان انت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكمان تدخل جروب التليجرام وقناه الواتساب هتلاقي عليها الملزمه دي يا صديقي اللي احنا بنستخدمها في شرح المنهج، شرح المراجعه. وكمان يا صديقي ما تنساش ان احنا عاملين مسابقه احسن تلخيص يا صديقي ل 50 جنيه. احسن تلخيص، اكتر تلخيص هيعجبني للباب ده هياخد معانا 50 جنيه يا صديقي. طيب هتبعت التلخيص ده فين؟ برضه على جروب التليجرام وقناه الواتساب. يلا نبدا يا صديقي ونقول بسم الله. ابتدينا يا صديقي بالعناصر الممثله اللي هي المجموعه ال1A اللي كانت عباره عن ليثيوم وصوديوم وبوتاسيوم وروبيديوم وسيزيوم وفرانسيوم. ماشي، عايزين نعرف ايه؟ اول حاجه استخدمناها ان يا صديقي يا صدوق ابتدينا نتكلم عن وجود عناصر الاقلاء دي في الطبيعه. الصوديوم يا صديقي كان بيحتل الترتيب السادس من حيث الانتشار في القشره الارضيه. وكمان الخامات بستخرجه منين؟ بستخرجه من خام اسمه الهالايت، خام اسمه الهالايت، او كلوريد الملح، كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl اللي هو الملح الصخري يا صديقي. تاني حاجه معانا البوتاسيوم كان بيحتل الترتيب السابع، يعني كده عندي الصوديوم السادس والبوتاسيوم السابع. كانوا بيستخدموا، كان عندي خامين، اول خام اسمه السلفايت كان KCl، وتاني خام اسمه الكارنلايت اللي هو KCl.MgCl2.6H2O. طيب عايز اقول لك ملحوظه عليها، ان انا لما باجي بسخن الكارنلايت تقل كتلته، تقل الكتله بتاعت الخام. ليه؟ علشان لما باجي بسخن الكارنلايت بخار الماء هيطلع بره، هيطرد بره، فبالتالي الكتله هتقل يا صديقي. تاني عنصر معانا اللي هو الفرانسيوم. الفرانسيوم ده كان عنصر مشع جاي من انحلال نواة اسمها نواة الاكتينيوم. طيب دي ليها علاقه بالكيمياء النوويه وينتج بالتفاعل النووي. جميل. الليثيوم والروبيديوم والسيزيوم صعب الحصول عليها. ليه؟ بسبب قلة تركيزها في خاماتها وارتفاع تكلفة الاستخلاص من خاماتها برضو. يعني دلوقتي الصوديوم السادس، البوتاسيوم السابع. طب باقي العناصر صعب الحصول عليها. طب ليه؟ اول سبب ان عندي تركيزها في خاماتها قليل، وتاني سبب اللي هو ارتفاع تكلفة استخلاصها من خاماتها بتكون مرتفعة جدا جدا. تعال نكمل. تاني خاصية معانا يا صديقي اللي هي وجود الكترون مفرد في مستوى الطاقة الأخير. ليه؟ لأن هو كان بينتهي دايما بNS1، فمستوى الطاقة الأخير كان عنده إلكترون واحد. أدى ذلك إلى كم نتيجة كده عايزين نعرفها مع بعض. أول نتيجة إن كل عنصر يقع في بداية دورته. صح يا صديقي؟ طبيعي، لأن هي بداية الدورة من ال1A. تاني حاجة عدد تأكسده موجب واحد، بس خلي بالك عدد تأكسده في مركباته أو عدد تأكسد أيوناته
موجب 1. طب عدد تأكسد الذرة نفسها بصفر عادي، بتبقى متعادلة. خلي بالك من الحتة دي. تالت نتيجة هي أكثر الفلزات ليونة لضعف قوة الرابطة الفلزية لو تفتكر، وأقلها درجة انصهار وغليان. طب ليه؟ لضعف قوة الرابطة الفلزية. الخاصية اللي بعدها يا صديقي هي إن العناصر دي بتمتاز بكبر الأحجام الذرية، هم أكبر حجم ذري في الدورة بتاعتهم. ليه؟ لأن أنت عارف إن في الدورة الواحدة من الشمال لليمين الحجم الذري بيقل، فأعلى حاجة اللي هي في الشمال اللي هي المجموعة ال1A. أدى ذلك إلى إيه؟ جهد التأين الأول بتاعهم قليل جدا، بس خلي بالك جهد التأين الثاني بتاعهم كبير لكسر مستوى الطاقة الرئيسي. بس أنا بتكلم على جهد التأين الأول. طب ليه؟ لسهولة فقد الإلكترون وكبر النشاط الكيميائي، علشان هي كده بتعمل مركبات أيونية قوية جدا جدا تريد التخلص من إلكتروناتها، وتعمل كعوامل مختزلة قوية. هي فعلا عوامل مختزلة قوية لأن هي بتتأكسد بسهولة. ارتفاع نسبة الصفة الأيونية، لسه قايل لك عشان هي في المجموعة ال1A. ماشي. سلبيتها الكهربية صغيرة، فبالتالي فرق السلبية كبير على الفلزات، وكثافتها صغيرة لأن كثافتها بتساوي الكتلة على الحجم، والحجم الذري بتاعهم كبير. ماشي. جهد التأين الأول صغير، لسه قايلينها، وكبر جهد التأين الثاني علشان يا صديقي لو تفتكر جهد التأين الثاني لأن هو بيكسر مستوى طاقة رئيسي. وطبعا الظاهرة الكهروضوئية بيعملوا الظاهرة الكهروضوئية ما عدا الليثيوم بس الوحيد بكبر جهده. ماشي. تالت خاصية معانا وهي الكشف الجاف. كنا بنعمل ايه عشان نستخدم الكشف الجاف ده؟ بنغمس سلك البياتين في حمض الهيدروكلوريك المركز علشان انضف السلك ده، وبعدين اعينه احط فيه الملح المجهول، وبعدين نقربه من لهب بنزين. طيب ايه اللي هيحصل؟ لو اداني لون قرمزي يبقى ده عنصر الليثيوم. طب لو صوديوم يبقى اصفر ذهبي، لو بوتاسيوم يبقى بنفسجي فاتح، لو روبيديوم يبقى احمر بنفسجي، لو سيزيوم يبقى ازرق بنفسجي. طب يا صديقي تأثير الهواء الجوي، هي بتتأكسد في الهواء بسهولة فتفقد بريقها المعدني، لأن الفلزات لها بريق معدني، هي بتفقده عشان بتكون طبقة أكسيد على سطحها. ماشي. طيب بنعمل ايه كمان علشان اقدر احفظها من الاكسده دي؟ بتوضع في هيدروكربونات سائله زي زيوت معدنيه، زي اللي هو الفوزلين او البرافين، لمنع تفاعلها مع الهواء. الخاصيه الخامسه واللي هي بقى فيها معادلات كيميائيه وهكذا، التفاعل مع الاكسجين. ركز معايا يا صديقي الصدوق. كان عندي بيكون لي اكسيد عادي، جميل، وفوق اكسيد وسوبر اكسيد. الاكسيد العادي كان مع الليثيوم فقط، كان صيغته M2O اللي هو بمعنى صح Li2O، وكان ساعتها عدد تأكسد الاكسجين كان -2. طيب فوق الاكسيد M2O2 كان مع كله الا الليثيوم اللي هو صوديوم وبوتاسيوم وروبيديوم وسيزيوم. وساعتها يا صديقي كان عدد تأكسد الأكسجين -1. طبعا لما كنا بنفعله مع الصوديوم كان بيحتاج درجة حرارة 300 علشان يديني فوق الأكسيد. طب سوبر الأكسيد MO2 كان مع البوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم بس. احنا كل مرة بننقص واحد. الأول كان ليثيوم بس، بعدين الباقي ما عدا الليثيوم، بعدين الباقي ما عدا الليثيوم والصوديوم. وكان ساعتها عدد تأكسد الأكسجين كان -0.5، وكان بيحتاج حرارة وضغط جوي أعلى من 1 أتموسفير. تعال بقى نخش بقى في التفاعل الكيميائي بقى اللي بجد يا صديقي. تفاعل الأكاسيد بقى مع المية اللي بيحصل لما يجي الأكسيد العادي اللي هو أكسيد الليثيوم يتفاعل مع الماء هيديني هيدروكسيد الليثيوم. خلي بالك أكاسيد القلويات اللي هي الأقلاء دي بتبقى أكاسيد قاعدية لأن هي تكون قاعدة عند الملح. يعني إيه؟ بتطلع OH عموما. الأكاسيد القاعدية دي هي اللي بتطلع OH في المية. طيب ده بالنسبة للأكاسيد العادية. طب فوق الأكسيد كان بيطلع لي هيدروكسيد الفلز. يعني مثلا لو فوق اكسيد الصوديوم هيديني هيدروكسيد الصوديوم واكسجين. ماشي. ايه اللي بيحصل؟ هو هنا مش اكسجين، معلش دي غلطة. هو بيديني يا صديقي H2O2 اللي هي فوق اكسيد الهيدروجين. فايه فوق الاكسيد بيبقى عامل مؤكسد قوي. ليه؟ لان هو
لما بيتفاعل مع المية بيديني فوق أكسيد الهيدروجين. طب سوبر الأكسيد كان بيديني فوق أكسيد الهيدروجين وكمان أكسجين. ترتيب القاعدية، بص واحنا نازلين لتحت القاعدية بتزيد، يعني أقل حاجة في القاعدية الليثيوم، وبعديها الصوديوم، وبعديها البوتاسيوم، وبعديها الروبيديوم، وبعديها السيليوم. كل ما ازداد العدد الذري زادت القاعدية. طيب الخاصية رقم 6 اللي هي التفاعل مع الهيدروجين. ماشي. لو أنا جبت M اللي هو عبارة عن صوديوم مثلا زائد H2 هيدينا NaH. طبعا انا اوزن المعادله فاحط هنا 2 بس. ده بيتم تحت درجه حراره من 300 ل 400، من 300 ل 400، فبيديني هيدريد الفلز. جميل. لما باجي طبعا بحلل الكهرباء الهيدريد الفلز هيديني الصوديوم الموجب عادي جدا وال HCl، يعني سهله. يعني بيقول لك ايه، عند الكسد يتكون المعادلة دي اللي هي عبارة عن M موجب زائد أكسيد زائد الإلكترون، اللي هو بص الصوديوم كان أيون صوديوم موجب، بعدين هو فقد إلكترون، أنا عايز أحول للحالة الذرية، فبيكتسب الإلكترون اللي فقده فبيتحول لذرة الصوديوم العادية. طب الهيدروجين كان اكتسب إلكترون، لا احنا كده بقى نخليه إيه، يفقد الإلكترون بتاعه فبيديني الهيدروجين العادي الذرة العادية. علل هيدريدات الفلزات عوامل مختزلة. ليه عوامل مختزلة؟ قال لك عند تحللها في الماء تعطي H2 اللي هو عامل مختزل، اللي هو ال MH اللي هي عبارة عن مثلا NaH زائد H2O هيديني NaOH زائد H2. طب ما اصلا العوامل المختزلة دي اللي هي كانت بتطلع لي H2. ماشي. الخاصية السابعة اللي هي التفاعل مع الهالوجينات اللي هي في المجموعة 7A. كان المعادلة العامة بتاعتها 2M زائد X2 هيديني 2MX زي مين؟ Na زائد Cl2 هيديني NaCl، فهضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2. جميل. عايز اقول لك ان التفاعل ده عنيف جدا، خدت بالك ليه؟ لان هو جاي من ال1A لحد وال7A، يعني التفاعل ده اصلا ما بين عنصرين، واحد في ال1A والثاني في 7A، يعني واحد فرق سلبيه، واحد سلبيته كبيره جدا والثاني سلبيته قليله جدا، ففرق السلبيه يكون كبير جدا جدا فيعطي اقوى المركبات الايونيه، فعشان كده بنقول لك التفاعل ده بيكون عنيف جدا جدا مصحوب بانفجار. طيب تعال نكمل يا صديقي الصدوق. التفاعل مع الفلزات. التفاعل مع الفلزات، لو مثلا جيت فاعل مع كبريت، تعال نشوف المعادله هتبقى عامله ازاي. بص يا صديقي، لو جبت صوديوم يا صديقي الصدوق، بنجيب يا صديقي الصوديوم مثلا ونخليها يتفاعل مع الكبريت فيديني Na2S، فحط هنا 2 فاسمه كبريت دي الصوديوم. طب الفوسفور فوسفيد الفلز اللي هو فوسفيد الصوديوم، كان بيبقى 3M زائد بي ده هو الفوسفور، يعني هيدينا M3B. لو مثلا ايه 3Na زائد بي هيدينا NaCb. طيب النيتروجين كانت 6 ليثيوم زائد N2 هيدينا 2Li3N، اسمه نيتريد الليثيوم. ده كده تفاعل مع الفلزات. ماشي. خلي بالك بقى يا صديقي ان Li3N ده لما بيجي يتفاعل مع الميه هيديني هيدروكسيد الليثيوم زائد NH3 اللي هو تصاعد غاز النشادر. ده كده نقدر اكون من النشادر لان النشادر يجي منه. ماشي. الخاصيه التاسعه اللي هي التفاعل مع الماء. تعالى يا صديقي نشوف ايه اللي بيحصل. التفاعل مع الماء قاعده عامه، بجيب 2M ماشي، ما كده خلينا نتكلم قاعده عامه بقى، زائد 2 H2O هيديني MOH زائد H2. اديني مثال، هقول لك 2 Na زائد 2 ميه هيديني يا صديقي الصدوق 2 هيدروكسيد الصوديوم زائد هيدروجين. خدت بالك ان هو بيتصاعد غاز الهيدروجين، وقال لك لا تطفئ حرائق الفلزات بالماء. اقول لك ليه؟ لان اصلا الفلزات الهيدروجين ده يتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعه اصلا يعني،
وكمان حاجة كمان قال لك ان التفاعل ده مصحوب بانطلاق قدر كبير من الطاقة يؤدي الى اشتعال غاز الهيدروجين المتصاعد فتشتد النار. ماشي. طيب حمض الهيدروكلوريك، بجيب 2 مثلا من الصوديوم زائد 2 من حمض الهيدروكلوريك هيديني 2 كلوريد صوديوم زائد هيدروجين. خدت بالك ان هو بيستعمل غاز الهيدروجين برضو؟ عايز اقول لك بقى التفاعل مع الاحماض ده بيبقى اشد عنفا من التفاعل مع الماء. ليه؟ قال لك لسهولة انفصال الهيدروجين من الحمض. ماشي جميل، تعال نكمل. تعال بقى نشوف اثر الحرارة على الاملاح. بص يا صديقي، كربونات الاقلاء يعني مثلا كربونات الصوديوم وكده، اي كربونات يا صديقي تنصهر ولا تنحل، يعني كتلتها دايما ثابته، بتنصهر بس ما بتنحلش بالحراره الا كربونات الليثيوم. كربونات الليثيوم دي كانت بتنحل عند 1000 درجه سيليزيه، كان بيديني اكسيد الليثيوم زائد ثاني اكسيد الكربون، معنى كده ان كتلتها بتقل لان هي انحلت. طب نترات الاقلاء، نترات الاقلاء تنحل انحلالا جزئيا، كله بينحل انحلال جزئي زي الصوديوم مثلا. نترات الصوديوم ده بيديني نيتريت الصوديوم واكسجين، ما عدا الليثيوم برضه بينحل انحلال كلي، فبيديني نترات ليثيوم بيديني اكسيد ليثيوم زائد نيتريت زائد اكسجين. نترات الصوديوم عايز اقول لك ان هي ماده متميعه تمتص بخار الماء من الهواء، فعشان كده ما ينفعش تستخدمها في صناعه المتفجرات. بينما نترات البوتاسيوم، نترات البوتاسيوم دي ماده غير متميعه فبتستخدم في صناعه البارود والمتفجرات. نترات الصوديوم ده كان اسمه ملح البارود، الثاني اللي هو نترات الصوديوم اسمه ملح الباروتشيلي لو تفتكر. طيب تطبيقات استخدام الاقلاء، استخدموا بايه؟ الليثيوم كان 70% منه بيستخدم في بطاريات ايون الليثيوم، اللي هي بطاريات بقى بنحطها مثلا في التليفونات، في الآلات الحاسبة، في السيارات الكهربائية. وسبيكة الليثيوم مع الألمنيوم كانت كثافتها قليلة ومتانتها كبيرة، فكان بيستخدم في مضارب البيسبول، هياكل الطيارات والدراجات، خزانات وقود المركبات الفضائية. طب الصوديوم بنستخدمه في مصابيح أبخرة الصوديوم، كانت بتستخدم في إنارة الطريق، ولونه كان أصفر، وده ذو كفاءة عالية يا صديقي ونفاذية جيدة للضباب. يعني ايه نفاذية جيدة للضباب؟ يعني تقدر تشوفه حتى لو الضباب عايم وكده، فانت لا ده بينفذ بكل سهولة. وكمان الصوديوم السائل يا صديقي كان يستخدم كمبرد في مفاعلات الصوديوم النووية، لأن درجة غليانه أعلى من الماء، فبالتالي كفاءته بتكون أعلى من كفاءة الماء. طب الروبيديوم يا صديقي، الروبيديوم عندي مركب اسمه بروميد الروبيديوم، كان بيستخدم في صناعة زجاج مقاوم للكسر والخدش، ويصنع منه أجهزة الرؤية الليلية. ماشي. السيزيوم وهي آخر حاجة معانا، كان بيصنع منه ساعات السيزيوم الذرية، ودي كنا بنستخدمها في الأقمار الصناعية اللي هي الGPS. وكمان يا صديقي ما عندوش أي أخطاء، لأن أي خطأ بسيط في الزمن يؤدي لخطأ في تحديد الموقع، فبالتالي كفاءة الساعات دي بتكون كبيرة جدا جدا جدا. تعال بقى نشوف استخلاص فلزات الأقلاء. بيقول لك يا صديقي ان فلزات الاقلاء دي يا صديقي موجوده دائما كمركبات ايونيه. فعلا اي مركب موجود له علاقه بالوان ايه بيبقى مركب ايوني. لاستخلاصها بقى بنعمل حاجه اسمها تحليل كهربي للمصهور، يعني بصهره وبعدين نحلله كهربائيا. خطوات خلية داونز، بعمل ايه؟ بحلل الكهربي لكلوريد الصوديوم المنصهر. اول حاجه بضيف CaCl2 الى NaCl. ليه؟ لان CaCl2 يا صديقي ماده صهاره بتقلل درجه الانصهار. بعمل تحليل كهربي للمصهور، فكان عندي حاجتين عند الكاثود وعند الانود. عند الكاثود كان بتحدث معادلة الصوديوم بيكتسب الكترون فبيتحول إلى ذرة صوديوم عادية، بيتحول من أيون صوديوم موجب إلى ذرة صوديوم عادية. طب الأنود، الكلور يا صديقي كان بيتحول من أيون كلوريد سالب إلى كلور ذرة كلور عادية، فكان ساعتها بيفقد الإلكترونين اللي اكتسبهم.
علل. صممت الخلية لتفصل الصوديوم عن الكلور. ليه خلية داونز كان فيه صمام كده بيفصل الصوديوم عن الكلور؟ قال لك عشان امنع التفاعل وامنع تكوين كلوريد الصوديوم مرة اخرى. تعال نكمل. هيدروكسيد الصوديوم اللي هي الصودا الكاوية، حضره ازاي؟ برضو شبه خلية داونز. كان عند الانود يا صديقي، كان عند الانود عندي الكلور، والكاثود عندي الهيدروجين مش الصوديوم. خلي بالك بقى. ماشي يا صديقي، نكمل. دي المعادلة كلها 2NaCl زائد 2H2O هيدينا 2NaOH زائد Cl2 زائد H2O. ماشي يا صديقي. خواص بقى. خصائص هيدروكسيد الصوديوم يا صديقي ان هي مادة صلبة بيضاء وتنصهر عند 318 درجة مئوية. المادة دي مادة متميعة أي تمتص بخار الماء من الهواء. محلولها لها ملمس صابوني وتأثير كهوي على الجلد، وتذوب في الماء في تفاعل طارد للحرارة، فده دليل أصلا ان هو محلول قلوي. وتتفاعل مع الأحماض. ماشي. فعل مع الأحماض اللي عشان أصلا دي قاعدة ملح حمض وقاعدة ملح ومي. ماشي. آخر مركب معانا اللي هو كربونات الصوديوم. كنا لينا تحضيرين، واحدة في المعمل واحدة في الصناعة. تعال شوف بقى المعمل. أنا كنت بجيب إيه؟ كنت بجيب هيدروكسيد الصوديوم وأخليه يتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون بالتسخين يا صديقي، فبيديني كربونات الصوديوم و10 H2O. ماشي جميل. خلي بالك ان هي Na2CO3 دوت 10 H2O دي هي اسمها كربونات الصوديوم المتهدرته. متهدرته يعني فيها ميه. خلي بالك النسبه 1:10، 1 Na2CO3 إلى 10 ميه. طيب الصناعه اللي هي طريقه سولفي كان ليها 4 معادلات يا صديقي. اول معادله ان انا بجيب كلوريد الصوديوم خليه يتفاعل مع النشادر وثاني اكسيد الكربون، وكان بيكون لي كربونات الامونيوم يا صديقي، كان بيكون لي كربونات الصوديوم. ماشي. بس كربونات الصوديوم دي مش دي اللي انا عايزها، فبعمل ايه بقى تاني؟ اروح جايب ثاني اكسيد الكربون، اروح جايب يا صديقي Na2CO3 و NH4، فكان بيكون لي يا صديقي كربونات الصوديوم وكلوريد الامونيوم. وبعدين اروح جايب برضو Na2CO3 زائد ميه زائد ثاني اكسيد الكربون، فبيكون بيكربونات الصوديوم، بيكون بيكربونات الصوديوم. طب انا بقى عايز ارسبها عشان يديني كربونات الصوديوم. فايه اللي بيحصل يا صديقي؟ اروح عامل تحليل عن اخلي البيكربونات دي تنحل بالحراره فيديني كربونات الصوديوم، وده الراسب وده اللي انا عايزه. طيب مش كربونات الصوديوم دي بسميها صودا الغسيل وتستخدم في ازاله عسر الماء. في اصلا عندي نوعين من عسر الماء، عسر مؤقت وعسر دائم. العسر المؤقت ده كان سببه بيكربونات الكالسيوم او المغنيسيوم، وكنت بشيله بالغليان بسخنه، فبالتالي العسر المؤقت ده بيروح. طب الدائم او المستديم سببه كلوريد او كبريتات الكالسيوم والمغنيسيوم، فبيبقى سببه كالسيوم ومغنيسيوم. انا بقى عايز اخليه يترسب، فبعمل ايه؟ اروح ضايف عليه كربونات الصوديوم زي المعادله اللي قدامك دي. بجيب كلوريد كالسيوم وخليه يتفاعل مع كربونات الصوديوم بيديني CaSO3 اللي هي كربونات الكالسيوم. كربونات الكالسيوم دي راسب، وانا كده قدرت افصله عن الميه. طيب الخواص الفيزيائيه والكيميائيه يا صديقي. خواص الفيزيائيه يا صديقي والكيميائيه ان هو مسحوق ابيض اللون، يذوب بسهوله في الماء، معنى كده ان هو محلول قلوي، ويتفاعل مع الاحماض، وكمان بيحدث حاجه اسمها فوران لانه يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. زي المثال اللي قدامك ده، خليه يتفاعل مع الهيدروكلوريك هيديني كلوريد صوديوم وميه وثاني اكسيد الكربون. ماشي يا صديقي، كده احنا خلصنا مع بعضينا الدرس الاول يا صديقي. تعال نخش بقى على الدرس الثاني. تعال بقى يا صديقي نخش على 5A، وده كان فيها النيتروجين والفوسفور والزرنيخ والانتيمون والبيزمنت. ايه اللي كان بيحصل فيهم؟ تعال بقى نشوف كده سريعا. طب زي الالكتروني كان كلهم بينتهي ب NS2 NB3، كلهم بينتهوا ب NS2 NB3. ماشي. ايه تاني يا صديقي؟ وجود العناصر دي في الطبيعة.
النيتروجين كان بيبقى موجود في الهواء الجوي يا صديقي، ويشكل 4/5 من حجم الهواء. خلينا كده بس نظبط. كون 4/5 من حجم الهواء، أي ما يعادل 78% من حجم الهواء. هو في القشرة الأرضية بيبقى موجود على أملاح، نترات ونيتريت، بس هو معظمه بيبقى موجود فين؟ في الهواء الجوي. طب في الكائنات الحية بيدخل في تركيب الأحماض الأمينية التي تكون البروتينات. ماشي. الفوسفور يا صديقي، كان عندي فوسفات الكالسيوم الصخري اللي هو CA3PO4/2، كان بيبقى موجود في المركب ده. وكان عندي خام تاني اسمه خام الأباتايت، ده كان ملح مزدوج، هو عبارة عن خليط من فلوريد الكالسيوم وفوسفات الكالسيوم. طب الزرنيخ والأنتيمون والبيزموت التلاتة موجودين على صيغة كبريتيدات. الزرنيخ كبريتيد الزرنيخ زي ما كنت بقول في حصة الشرح، الأنتيمون كبريتيد الأنتيمون، البيزموت كبريتيد البيزموت. بس كلهم تكافؤهم هنا ثلاثي، AS2S3 وهكذا، كلهم تكافؤهم هنا ثلاثي، خلي بالك. ماشي. الخواص العامة لل5A، أول حاجة تدرج الخاصية الفلزية واللا فلزية. خدت بالك أنا كنت بقول لك إيه؟ النيتروجين لا فلز، والفوسفور لا فلز، الزرنيخ والأنتيمون شبه فلز، والبيزموت فلز ضعيف. فكنا بقول لك إيه؟ 2-2-1، لا فلز شبه فلز فلز ضعيف، 2-2-1. ماشي. التدرج في ماشي، قلنا كل ما تزداد العدد الذري كل ما يزداد الخاصية الفلزية. ماشي. كنا بنقول ان البيزموت ده كمان يا صديقي يشذ عن الفلزات. ليه؟ لان ابخرته ثنائيه الذره، على عكس الفلزات بتبقى وحديه الذره، وتوصيله للكهربي ضعيف على الرغم من ان الفلزات موصله جيده للكهرباء. طيب يا صديقي عايزين نتكلم في ايه تاني؟ ابخرتهم. النيتروجين يا صديقي في حالته العاديه بيبقى ثنائي الذره، الفوسفور كلهم الباقيين بيبقى وحدي الذره، بس بقول لك بقى في الابخره الفوسفور رباعي، والزرنيخ رباعي، والانتيمون رباعي، والبيزموت ثنائي. يبقى كده الاول والاخر ثنائي والباقي رباعي. لو تفتكر ان احنا كنا بنقول الحاجات اللي بتخليك تحفظ بسرعه. حالة التأكسد كانت بتتراوح من -3 إلى -5، ويمكنها اكتساب حتى 3 إلكترونات أو مشاركة حتى 5 إلكترونات. ماشي. وادينا عليها أمثلة كتيرة ووضحنا لك إزاي، زي NH3 كان ساعتها -3، و N2O كانت ب1. وقلنا ساعتها إن المركبات الهيدروجينية تكافؤ النيتروجين فيها سالب، بينما المركبات الأكسجينية تكافؤ النيتروجين فيها موجب. ده لقوة السالبية الكهربية للأكسجين، لأن سلبية الأكسجين أكبر من النيتروجين، فبالتالي النيتروجين بتاخد شحنة موجبة. ماشي نكمل. بسم الله. لماذا السالبية الكهربية؟ قلنا يا صديقي، لا دي لسه قلناها مش لازم نقولها تاني. علي. لماذا يكون عدد تأكسد النيتروجين موجب في المركبات الأكسجينية وسالب في المركبات الهيدروجينية؟ برضه لسه قايلها لك، لأن السالبية الكهربية للأكسجين أكبر من النيتروجين، وكذلك النيتروجين أكبر من الهيدروجين. طب مركباتها مع الأكسجين كان ليها نوعين بس يا صديقي. كان نوع على الصيغة X2O5 تكافؤها موجب 5، أو X2O3 اللي هو موجب 3. كان مثال على كده النيتروجين N2O5 ده كان أكسيد حامضي، وB2O5 حامضي، وهكذا. عموما يعني الباقي كلهم O5 ما عدا الزرنيخ هنا كان 5 برضه، بس البيزموت والأنتيمون كان ساعتهم تكافؤهم ثلاثي. فكنت بقول لك ايه؟ 3-2، أول 3 خماسي، آخر 2 دول ثلاثي. طبعا 2-2-1، حامضي متردد قاعدي. ماشي. التدرج. ماشي تعال نكمل. عايز اقول لك ملحوظه يا صديقي، ان واحنا نازلين لتحت التدرج نزولا بتقل الحامضيه واللافلزيه وتزداد القاعديه والفلزيه. خواص الفلزيه بتغلب على المركبات دي وانا نازل لتحت. الاكسيد المتردد عايز اعرف عنه ايه؟ قال لك ان هو يتفاعل مع الحمض كانه قاعده، ومع القاعده كانه حمض، يعني بيتفاعل مع الاثنين، الحمض والقاعده بيتفاعل معاهم برضه. طب مركباتهم مع الهيدروجين
قال لك معظم عناصر الفايف ايه تتفاعل مع الهيدروجين مكونة هيدريدات. النيتروجين NH3 BH3 ASH3. خلي بالك ان ربط بالباب الاول كان منطقتهم اللي هي الشكل الفراغي كان هرم ثلاثي القاعدة لو تفتكر. ماشي نكمل. هذه المركبات مهيئة لتكوين رابطة تناسقية. أيوة عشان بيبقى عندهم زوج حر لو تفتكر. ليه؟ ارسم اهو ان معاها 3 اتش وكان عندها زوج حر فتقدر تعمل رابطة تناسقية. ماشي يا صديقي تعال نكمل. النيتروجين ده بيشكل 78% من حجم الهواء الجوي وفي القشرة الأرضية على هيئة نترات ونيترات ويدخل في تركيب الأحماض الأمينية والبروتينات. ده اللي احنا قلناها برضه. طيب تحضير النيتروجين بقى في الصناعة تعال نشوف عايزين نعرف عنها ايه. في الصناعة يا صديقي بعمل حاجة اسمها تسييل الهواء الجوي. ماشي. وبعدين أروح أعمل تقطير تجزيء الهواء المسال. يعني ايه الخطوة اللي هي بمعنى أصح اللي هو ايه يستخدم في الحصول عليه من التقطير التجزيئي للهواء المسال. يعني ايه التقطير التجزيئي؟ هو فصل مكونات الخليط عن طريق درجة الحرارة. ماشي يا صديقي تعال نكمل. فضل المعمل كنا بنستخدم نيتريد صوديوم وكلوريد أمونيوم. كانت المعادلة كالآتي: نيتريد صوديوم زائد كلوريد الأمونيوم كان بيديني NaCl زائد Na2 زائد H2O. اهو Na2 اهو يا صديقي. ده تفاعل إحلال مزدوج الطرفين يأخذان بعضهما حاجات ملهاش لازمة أوي يعني. ماشي. بس الخطوات بتاعتها إحلال مزدوج وبعدين انحلال حراري. ولكن النيتروجين شحيح الذوبان في الماء وأخف منه لذلك يصعد لأعلى ويجمع بإزاحة الماء. تعال نكمل. الخواص الفيزيائية بقى قال لك إن هو عديم اللون والطعم والرائحة وكثافته 1.16 جرام على اللتر أخف من الهواء ودرجة غليانه سالب 195.8 يعني يمكن إزالته عن درجة الحرارة دي يعني. ماشي. الذوبانية هو شحيح الذوبان في الماء ومتعادل التأثير على ورقة عباد الشمس لا يحمر ولا يزرق وهو أخف من الهواء لأن الهواء وهكذا يعني الكلام ده كله لأنه هو أخف من الهواء الأكسجين أتقل منه بس. الخواص الكيميائية بقى. ماشي يا صديقي. قال لك إن تفاعلات غاز النيتروجين مع العناصر الأخرى لا تتم إلا في وجود حرارة أو شرارة كهربية أو قوس كهربي. 3 حاجات. أول حاجة يا صديقي لما أجي نفعل النيتروجين مع الهيدروجين بحتاج شرر كهربي وحرارة وينتج غاز الأمونيا عذرا اللي هو النشادر. ماشي. طب مع الأكسجين قوس كهربي N2 زائد O2 هيدينا 2 NO وينتج أكسيد النيتريك. خلي بالك بقى أكسيد النيتريك ده يا صديقي لما يجي يطلع من فوهة الأنبوبة هيتحول إلى NO2. NO ده اللي هو أكسيد النيتريك كان عديم اللون بينما NO2 اللي هو NO2 ده لونه بني محمر. ماشي. مع الفلزات بقى يا صديقي بحتاج حرارة 3 Mg زائد N2 بيدينا Mg3N وينتج نيتريد المغنيسيوم. ماشي. نيتريد المغنيسيوم ده يا صديقي كنت بعرضه للميه فبيديني هيدروكسيد المغنيسيوم وغاز النشادر فانا كده قدرت ان انا اكون غاز النشادر يا صديقي. غاز النشادر بقى تعال بقى ندرسه. ماشي. هو اشهر مركبات النيتروجين ويحضر في الصناعه عن طريقه اسمها هابر بوش. بجيب N2 زائد 3H2 خليها 2 NH3. شروط التفاعل خلي بالك كنا بنحفظها ازاي في ممتين 500 في ممتين 500. وبحتاج الحديد كعامل حفاز والمولبديوم برضو كعامل حفاز و500 درجة حرارة و200 ضغط جوي في ممتين 500. ماشي. تحضر في المعمل بجيب كلوريد الأمونيوم وهيدروكسيد الكالسيوم اللي هو الجير المطفى. بعمل ايه يا صديقي ركز معايا. بجيب التفاعل ده بيكون لي كلوريد كالسيوم ونشادر وميه طبعا ده بعد التسخين. ماشي. الجير المطفى هو عبارة عن هيدروكسيد كالسيوم بينما الجير الحراري هو عبارة عن أكسيد كالسيوم. قال لك إن النشادر دي أخف من الهواء ويجمع بإزاحة الهواء لأسفل. ماشي. خاص غاز النشادر هو عبارة عن غاز عديم اللون ذو رائحة نفاذة وأخف من الهواء ويجمع بإزاحة الهواء لأسفل ولا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ويطفئ بالشظية المشتعلة لو أصلا لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال وشديد الذوبان في الماء. خلي بالك النيتروجين ما كانش بيدوب في الماء. شديد الذوبان في الماء ويذوب بشراهة.
ماشي يا صديقي. ويتفاعل مع الماء مكونة هيدروكسيد الأمونيوم، ده قلوي ويزرق ورقة عباد الشمس، ويحتوي على زوج حر من الإلكترونات ويكون رابطة تناسقية. كان عندي تجربة النافورة يا صديقي، كنت بجيب درع مقلوب يحتوي على النشادر وحقنة فيها مية، ودرع سفلي به ماء محمض مضاف إليه عباد الشمس، وأضخ المية في النشادر فيدوب النشادر ويتكون هيدروكسيد الأمونيوم ويزرق المحلول. ده تأكدنا إن المحلول ده قاعدي، ماشي، وكمان إن هو بيدوب في المية. دي كانت المعادلة يا صديقي. NH3 زائد H2O هيديني NH4OH. الكشف عن غاز النشادر. طريقة الكشف: بجيب عبوة من حمض كلوريد الهيدروجين المركز من النشادر، فبيديني يا صديقي كلوريد الأمونيوم، وكلوريد الأمونيوم ده سحب بيضاء كثيفة، فاللي يستنتجوا ان هو بظهور سحب بيضاء كثيفة ده دليل على وجود النشادر، لأن NH4Cl مادة صلبة بيضاء. قال لك ان كلوريد الأمونيوم ده يتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور إلى الحالة السائلة. طيب تعال نشوف الأسمدة النيتروجينية يا صديقي. أنا يا صديقي كنت بستخدم النشادر دي في الأسمدة النيتروجينية. قال لك إن مثلا أملاح الأمونيوم كنت بستخدمها تحضر من تفاعل الأمونيوم مع الحمض المناسب. إزاي بقى؟ أقول لك. لو أنا عندي نترات الأمونيوم ماشي فده حمض نيتريك فبيديني NH4NO3. طب كبريتات الأمونيوم من حمض الكبريتيك فبيديني NH4 باي 2 SO4. فوسفات الأمونيوم يبقى كده من حمض الفوسفوريك فبيديني NH3BO4. ماشي، NH4 باي 3BO4 عذرا. أقوى سماد عندي كان الMPK. استخدمه ازاي؟ قال لك ان ده افضل انواع الاسمده ويحتوي على نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم يا صديقي. هنخش على المركب اللي بعده وهو حمض النيتريك. كنت يا صديقي بحضره في المعمل ازاي؟ ركز معايا بقى، ركز معايا. بجيب نترات البوتاسيوم وخليها يتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز فبيديني المعادله دي. كان بيتكون المركب ده ويديني حمض النيتريك. ايه بقى اللي بيحصل؟ ركز معايا. خلي بالك التسخين ده لازم يكون أقل من 100 درجة مئوية. يجب أن يكون التسخين أقل من 100 درجة مئوية لأن HNO3 بيتحلل عند درجة حرارة أعلى من 100 درجة مئوية. طب أنا عايز أجيبه مينفعش أحلله. ماشي. فالسدادة المستخدمة دي كانت لازم تكون من الزجاج ومينفعش من المطاط لأن الحمض يأكل المطاط. الخواص الكيميائية لحمض النيتريك. قال لك يا صديقي ان حمض النيتريك ده سائل عديم اللون ويحمر ورقة عباد الشمس وعامل مؤكسد قوي ويتحلل عند درجة حرارة أكبر من 100 درجة مئوية. ماشي. عامل مؤكسد قوي ليه؟ لأنه عند تحلله يطلق أكسجين. أهو حمض النيتريك لما بيتحلل عند أكبر من 100 درجة مئوية بيديني مية نيتروز وكمان يا صديقي الO2. ماشي، كمل معايا. تفاعل حمض النيتريك مع الفلزات. اول حاجه احنا بناخد الحمض الحديد مع النيتريك المخفف مش المركز، خلي بالك لان المركز ما بيتفاعلش مع هنعرف دلوقتي. Fe زائد 4 HNO3 دايليوت دي اللي هي ايه مخفف بيديني FeNO3 باي 3 زائد NO زائد 2 H2O. طبعا مش محتاج اقول لك ان ال NO ده عند تصاعده عند فواحة الأنبوبة بيتحول إلى NO2 أبخرة بنية حمراء. طيب النحاس مع الحمض المخفف برضو 3Cu زائد 8 HNO3. خلي بالك لازم تعرف الوزن فبقول 3 إلى 8 بيديني 3 نترات نحاس زائد 2 NO زائد 4 H2O. ولكن النحاس ده أقل من الهيدروجين في سلسلة النشاط الكيميائي فهو يتأكسد أولا بالحمض ثم يتفاعل. ماشي. وينتج غاز ال NO اللي هو عديم اللون وده لسه قايلها لك. طب يلا نكمل يا صديقي ونشوف ايه اللي حاجة. ده علينا. النحاس مع حمض النيتريك المركز بقى. بص النحاس مع حمض النيتريك المركز بيديني نترات النحاس برضو ولكن هنا بينتج NO2 اللي هي الأبخرة البنية الحمراء والمية. كان عندي ظاهرة اسمها ظاهرة القبول الكيميائي. ايه اللي بيحصل؟ عند تفاعل الحديد أو الكلور أو الكروم أو الألمنيوم مع حمض
النيتريك المركز لا يحدث تفاعل. ليه؟ لتكون طبقة من الأكسيد ماشي فوق سطح العناصر دي فتمنعه من التفاعل. ماشي يا صديقي، تعالى نكمل. التطبيقات التكنولوجية على عناصر المجموعة الفائف ايه، وهي آخر حاجة معانا النهاردة. النيتروجين كنت بستخدمه في صناعة النشادر والأسمدة، ويستخدم أكثر من 80% منه يذهب من إنتاجه يذهب لصناعة النشادر. ماشي. بيتعمل للحام والصناعات الإلكترونية، ويوفر بيئة كاملة لمنع التأكسد أثناء اللحام، وحفظ العينات الطبية في الصورة السائلة زي الدم والحيوانات المنوية والبويضات في النيتروجين المسال، وبيستخدم في علاج سرطان الجلد والسقاليل. ماشي. الفوسفور يا صديقي من 85 ل 75% منه يستخدم في صناعة الأسمدة، خصوصا سماد NPK وصناعة الصمام الثنائي للضوء، وينتج الضوء الأبيض من الصمام الثنائي الباعث للضوء الأزرق. العدسات والزجاج المضاد للانعكاس. قال لك إن أكسيد الفوسفور يرفع معامل انكسار الزجاج ويقلل الانعكاس. خش معانا بقى على الزرنيخ. قال لك الزرنيخ ده عنصر سام فهو الأقل استخداما، فعندي مركب اسمه زرنيخيد الجلدي GAAS، بيستخدم في صناعة الهواتف المحلومة والخلايا الشمسية والليزر. طب الأنتيمون دي مادة مثبطة للهب. أكسيد الأنتيمون يقاوم الاشتعال في البلاستيك والخشب والأقمشة. البسموت هو آخر حاجة معانا يا صديقي النهاردة، ويستخدم في أنظمة كشف الحرائق والرشاشات التقليدية، وهي صديقة القصدير مع البسموت تنصهر عند أقل من 100 درجة مئوية، ولحام ويستخدم في صناعة لحام الدوائر الكهربية، بديل صديق للبيئة عن الرصاص اللحام. كده يا صديقي احنا خلصنا مراجعة الباب الثاني في أقل وقت ممكن، شرحنا فيه كل حاجة. ما تنساش يا صديقي إن أحلى ملخص وهيعمل لايك وشير وسبسكرايب، ولازم طبعا يا صديقي تكون انت معانا على جروب التليجرام وقناة الواتساب. احلى ملخص بقى يا صديقي ده ليه 50 جنيه. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، تعرفوا ان احنا بنعمل كل حاجة مجانا على قناة اليوتيوب. كان معكم زياد مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا زياد مبروك ودي قناة يلا كيمياء، وهنراجع مع بعضنا الباب الثالث. احنا راجعنا الباب الاول والثاني وشرحنا المنهج كامل، كل ده مجانا تماما يا صديقي. بقى معانا دلوقتي مراجعة الباب الثالث. طبعا بقى بالنسبة للازهر ليهم ليلة الامتحان، وبالنسبة للعام ليهم ليلة الامتحان طبعا، وبالنسبة للعام برضو كمان ليهم ايه؟ مراجعة الشهر الثاني. دي هتنزل لهم ان شاء الله، هيبقى شرح المحتوى بتاع الشهر الثاني وكمان التقييمات اللي ليها علاقة بالشهر الثاني بإذن الله. قبل ما نبدأ يا صديقي ما تنساش تدخل جروب التليجرام، هتلاقي عليها الملزمة دي يا صديقي مجانا PDF، وكمان تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان توصل لك كل جديد والقناة تكبر بيكم. ويلا نبدأ يا صديقي ونقول بسم الله. أول حاجة معانا يا صديقي في الكيمياء النووية احنا قلنا معانا 3 علماء، دي أول حاجة بدأنا فيها. كان معانا 3 علماء. أول عالم يا صديقي كان اسمه هنري بيكوريل. اسمه إيه؟ هنري بيكوريل. عمل إيه بقى هنري ده يا صديقي؟ قال لك يا صديقي إنه لاحظ إن اليورانيوم ده بيصدر إشعاع تؤثر على الألواح الحساسة. يعني لو جبت لوح حساس وحطيت عليه يورانيوم هلاقي إن في إشعاع بيحصل، الإشعاع ده بلاحظه على الجسم الحساس. طيب ده أول عالم. تاني عالم اللي هو شادويك. طبعا هنري بيكوريل كان في سنة 1896. شادويك يا صديقي كان في القرن العشرين، وعمل ايه؟ هو اللي قال لك يا صديقي ان الذرة فيها بروتونات ونيوترونات، اللي هي النواة يعني فيها بروتون ونيوترون، وكمان اكتشف الالكترون. هو اللي اكتشف مكونات الذرة دي كلها يا صديقي، هو اللي على اساسه اتبنى عليه حاجات كتير قوي. عرفنا يعني ايه بروتون ويعني ايه نيوترون ويعني ايه الكترون. هو ايه؟ عرفنا بالبروتون والنيوترون والالكترون وحسب اعدادها الذرية والكتلية. طيب فيرمي عمل ايه؟ ده يا صديقي بداية القنبلة النووية. عمل أول تفاعل نووي صناعي. قال لك إن هو يا صديقي أحدث أول تفاعل نووي صناعي، ده اللي فتح باب بقى الطاقة النووية والتفاعلات النووية والحروب، كل الحاجات دي اللي فتحها هو مين؟ فيرمي. طيب تعالى يا صديقي نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. بيكوريل ده كان عامل ايه يا صديقي؟ احنا كده قلنا بشكل عام، تعالى بقى
نفصل بشكل اكتر. قال لك يا صديقي ان النشاط الاشعاعي ده هو عباره عن ظاهره انبعاث اشعاعات غير مرئيه من بعض العناصر. خلي بالك قال لك ايه؟ بعض العناصر بتطلع اشعاع تلقائي دون تدخل خارجي. ده كنا بنسميه نشاط اشعاعي، خصوصا نشاط اشعاعي طبيعي. طيب قال لك ليه يا صديقي الاشعاع ده بيكون غير مرئي؟ ارجع للباب الاول. قال لك لان طول موجها اقصر من الضوء المرئي. اصل الضوء المرئي كان ليه طول موجي معايا اللي هو من 400 ل 700، هو ده بقى طول الموجي اقصر من كده، فبالتالي مش عارف اشوفها. بالتالي قال لك كمان لكنها تؤثر على الالواح الحساسه مثل الافلام الفوتوغرافيه ونقدر نرصدها بكل سهوله. ماشي، خلي بالك الاكتشاف ده كان جه بالصدفه. خلي بالك الاكتشاف ده جه ايه؟ بالصدفه. قال لك ايه اللي حصل بقى؟ القصه بتاعته قال لك ان هنري بيكرل ده يا صديقي وضع لوح حساس للضوء، وبعدين حط فوقه قطعه من اليورانيوم وسابها لمده، وبعدين راح بص كده للوح لقى اثار اشعاع وظلال على اللوح. قال لك بقى جه منين ومش عارف ايه، فعرف بقى ان اليورانيوم ده اصدر الاشعاع ده من تلقاء نفسه، وسمى الظاهره دي بظاهره النشاط الاشعاعي. طيب شادويك ده اللي قال لك مكونات النواة الذريه. قال لك يعني عدد ذري. قال لك العدد الذري ده يا صديقي رمزه زد، ده عباره عن عدد البروتونات اللي هو بيساوي عدد الالكترونات. ماشي. طب العدد الكتلي رمزه ايه؟ كان عباره عن عدد البروتونات زائد النيوترونات. طب عدد النيوترونات اللي هو ان ده عباره عن ايه ناقص الزد. طب النيوكليونات دي هي عباره عن البروتونات زائد النيوترونات اللي هو عباره عن العدد الكتلي. ماشي. قال لك بقى عايزين نعرف ايه اللي في الذره. قال لك يا صديقي ان جوه النواه، داخل النواه عندي بروتون ورمزه بي وشحنته موجبه. خلي بالك البروتون رمزه بي ولكن العدد الذري رمزه زد عشان ما تلخبطش. طب النيوترون رمزه ان وشحنته متعادله وداخل النواه. الالكترون شحنته سالبه ورمزه اي وهو خارج النواه. قال لك عندي معادلات معينه اللي هي عدد البروتونات بيساوي عدد الالكترونات اللي هي رمزها زد. طب الان هو عباره عن ايه ناقص الزد، اللي ايه هو عباره عن زد زائد الان. ماشي. طيب بنعمل ايه؟ بنكتب رمز العنصر اذا مثلا هو اكس او ايه او صوديوم ان ايه، ونحط تحت العدد الذري، نحط فوق العدد الكتلي. ماشي، تعال نكمل. قال لك مثلا عندك الكربون 6 12، 6 دي عشان تحت فهو العدد الذري، ال 12 هو عباره عن العدد الكتلي. طب عدد النيوترونات ايه ناقص الزد اللي هو عباره عن 12 ناقص 6 اللي هي عباره عن 6. ماشي. النظائر يا صديقي، عايزين نعرف يعني ايه نظائر بالتفصيل. طب تعال نخش بقى يا صديقي على النظائر. ايه هي النظائر؟ تعريف النظائر يا صديقي هي ذرات تنتمي لنفس العنصر ولكنها بص تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي بسبب اختلاف عدد النيوترونات. وكمان خلي بالك هي بتختلف في الخواص الفيزيائية وتتشابه في الخواص الكيميائية. طب ليه؟ لماذا تختلف في الخواص الفيزيائية؟ قال لك يا صديقي لأن العدد الكتلي مختلف، فبالتالي عدد النيوترونات مختلفة، فالكتلة بتاعت النواة مختلفة، فبالتالي الخواص الفيزيائية زائد الغليان والكثافة دي مختلفة. ماشي. طب الخواص الكيميائية ليه متشابهة؟ الخواص الكيميائية كده بقى على عدد الإلكترونات. هي الخواص الكيميائية دي بجيبها من الإلكترونات كلها في التكافؤ، فهي أصلا كلها متشابهة. قال لك العدد الذري يا صديقي 1، فبالتالي عدد الإلكترونات 1، فمستوى الطاقة الخارجي 1، فالتفاعلات الكيميائية بتعتمد على الإلكترونات بتاعت مستوى الطاقة الخارجي بس. ماشي، جميل كده. قلنا ان هي تتفق في الخواص الكيميائيه وتختلف في الفيزيائيه. طيب تعال بقى نشوف كم مثال كده معانا يا صديقي النهارده. الكربون يا صديقي مثلا، ماله الكربون ده يا مستر؟ بص انا عندي كربون عدد الكتل 14، وعندي كربون عدد الكتل 13، وعندي كربون عدد الكتل 12. طب بالنسبه للعدد الذري هو دايما ب6. كربون عدد الذري 6. ماشي. طيب تعالى نخش كده اللي هو ايه 14. ماشي. قال لك انا عدد الكتل 14 وعدد الذري 6. طب عدد النيوترونات 14 ناقص 6 8. طب البروتونات هو عباره عن العدد الذري اللي هو 6. الالكترونات 6 برضه.
ماشي. طب الكربون 13 اقول لك العدد الكتلي 13 والعدد الذري 6 طبيعي. طب النيوترونات العدد الكتلي ناقص الذري 13 ناقص 6 هو عباره عن 7. طب عدد البروتونات هو عباره عن العدد الذري 6. طب عدد الالكترونات هو عباره عن العدد الذري او عدد البروتونات اللي هو 6 برضه. كربون 12 اخر نظير عدد الكتلي 12. طب عدد الذري برضه 6. هما دايما متفقين في العدد الذري. طب عدد النيوترونات 6. عدد البروتونات 6. عدد الالكترونات 6. طيب قال لك ان الثلاث نظائر الكربون دول عددهم الذري دايما بثابت 6 ولكن عدد الكتل مختلف فبالتالي عدد النيوترونات بتختلف. طب تعالى نكمل شوف ايه تاني. عندي نظائر الهيدروجين. انا عندي هيدروجين 3 كان اسمه تريتيوم وعندي هيدروجين 2 كان اسمه ديوتريوم وعندي هيدروجين 1 اللي احنا عندي هيدروجين 1 هو عبارة عن البروتيوم. طيب البروتيوم ده عدد الكتل 1 فعدد الذري 1. طب البروتونات 1. النيوترونات 1 ناقص 1 مع العدد الكتلي ناقص الذري 1 ناقص 1 فهو ما عندوش نيوترونات. طب الالكترونات 1 فهنا لا يحتوي على اي نيوترونات. طب الديوتيريوم عدد الكتل 2 وعدد الذري 1 فبالتالي البروتونات 1. النيوترونات بص بقى ذري كتلي ناقص ذري 2 ناقص 1 ب1. طب عدد الالكترونات هو عباره عن العدد الذري اللي هو ب1 فالديوتيريوم عنده عدد النيوترونات بيساوي عدد البروتونات. طب التريتيوم يا صديقي عدد الكتلي 3 عدد الذري 1 فبالتالي عدد البروتونات والالكترونات ب1. النيوترونات 3 ناقص 1 2 فبالتالي عدد النيوترونات هو عبارة عن ضعف البروتونات. طيب ماشي. نظائر الأكسجين ودي آخر نظائر معانا النهاردة. قال لك أنا عندي أكسجين 18 وعندي أكسجين 17 وعندي أكسجين 16. الأكسجين 18 عدد الكتلي 18 وعدد الذري دايما 8. الأكسجين عدد الذري 8. طب البروتونات ب8 الإلكترونات ب8. طب النيوترونات كتلي ناقص ذري 18 ناقص 8 ب10. طب الأو 17 الكتلي ب17 الذري دايما ب8 البروتونات ب8 النيوترونات ب9. الأو 16 مش هنفضل نتكلم كتير عدد الكتلي 16 الذري 8 البروتونات 8 النيوترونات كتلي ناقص الذري ب8. ماشي خلاص. انواع النظائر بص بقى انا عندي نظائر مشعه ونظائر مستقره او نظائر مشعه او غير مشعه. النظائر المشعه دي النواه بتاعتها غير مستقره ماشي وكمان تصدر اشعاعات تلقائيه للوصول لحاله الاستقرار وكان اسمه نشاط اشعاعي طبيعي. طبعا عندنا الصناعي ده اخر درس. وكمان ايه تاني انواع الفا وبيتا وجاما زي اليورانيوم اللي هي نواة اليورانيوم او الراديوم ماشي. كلما زادت الكتلة زادت عدم الاستقرار. اذا عرفت ان الاستقرار ليه علاقة عكسية بالكتلة. طب النظائر المستقرة مالها النظائر المستقرة؟ قال لك ان دي ما بتطلعش اي اشعاع ونواتها متزنة يعني ما بتطلعش اي اشعاع برضو ومستقرة لا تتحلل مع مرور الوقت زي الاكسجين والصوديوم. وطبعا هي عندنا عشان ما بتطلعش اي اشعاعات نوويه او اي حاجه ماشي. قلنا كلما زادت عدد الكتلي الاستقرار والثبات ماشي. تعالى نكمل بقى كده. انواع الاشعاع بص بقى انا عندي الفا وعندي بيتا وعندي جاما ماشي. الفا شحنتها خلينا نشوف بقى الشحنه موجب 2 بيتا سالب 1 جاما 0. التركيب ماشي. الالفا هيليوم 2 4 بص هي كده مكتوبه غلط معلش عدلها هيليوم 2 4. طيب البيتا هو عباره عن الكترون عالي السرعه. الاشعاع جاما هو عباره عن فوتون ليس له كتله ولا شحنه فهو عباره عن موجه كهرومغناطيسيه. طب كتلتها كتله الفا كبيره 4 وحدات. بيتا كتلتها تكاد تقترب من الصفر صغيره جدا جدا جدا. دي جاما ملهاش اي كتله لان هي ليس لها كتله عباره عن فوتون. الفوتونات ملهاش كتله وشحنه عشان تعرف. الانحراف في المجال الكهربي بالراحه
مش الفا موجب 2 موجب بينجذب للسالب فبينجذب نحو القطب السالب بس بشكل قليل. طب بيتا سالب فهينجذب للموجب بس بشكل كبير. طب جاما ملهاش شحنة فلا تنحرف. القدرة على الاختراق ضعيفة، يعني اختراق الفا بيكون ضعيف ولكن بيتا متوسط، جاما بيبقى قوي جدا جدا جدا. تعالى نعمل مقارنة، شوف كده كل عنصر بالتفصيل. اشعاع الفا يا صديقي هو عبارة عن هيليوم 2 4، شحنته موجب 2، عدده الذري 2، عدد الكتلي 4، كتلته كبيرة نسبيا اللي هي 4 وحدات. ماشي. السرعة هي أبطأ الأنواع الثلاثة. الاختراق ضعيف جدا، ورقة رقيقة. الانحراف نحو القطب السالب بس بنسبة كبيرة قليلة. ليه؟ قالك عشان كتلة ألفا كبيرة، فكلما زادت الكتلة قلت السرعة وقلت قدرة الاختراق. طيب بيتا، ماشي تعالوا نشوف تفاصيل بتاعت بيتا. بسم الله، يلا. بيتا يا صديقي هي عبارة عن إلكترون على الشحنة، شحنته -1، عدده الذري -1، عدد الكتل 0، كتلته صغيرة جدا 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 تكاد تكون 0، سرعته كبيرة جدا 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 ما يقرب بسرعة الضوء. الاختراق متوسط، يعني لا هو قليل ولا هو عالي، يعني ممكن الألمنيوم يخترق ألمنيوم. طب الانحراف نحو القطب الموجب بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ قالك بيتا دي عبارة عن إلكترون شحنته سالبة فتنجذب للقطب الموجب، وكمان يا صديقي خلي بالك كتلته قليلة جدا فبالتالي سرعته كبيرة جدا جدا جدا. ماشي. خطأ شائع، قالك ما تخلطش من بيتا السالب وبيتا الموجب. ازاي بقى؟ قالك المنهج هنا بنقصد بيتا السالب بس. ماشي هنكمل. جاما وهو الأقوى والأهم. جاما يا صديقي هو عبارة عن فوتون، شحنته 0، كتلته 0 لأنه هو فوتون، سرعته ما يقرب من سرعة الضوء، اختراقه عالي جدا جدا جدا، وطاقته عالية جدا جدا جدا، وما بتنحرفش أصلا عشان ملهاش شحنة، وكمان ما بتنأثرش بأي مجال كهربائي. قال لك ليه ما بتنأثرش؟ ليه ما بتنحرفش؟ عشان جاما فوتون، وقلت لك إن الفوتون ملوش شحنة فبالتالي ملوش شحنة فبينجذبش لأي مجال كهربي أو مغناطيسي. ماشي. تعال نخش على قانون أينشتاين اللي هو عبارة عن E بتساوي MC تربيع. ده بيقول لك إيه يا صديقي؟ تعال بقى نخش على قانون أينشتاين. القانون كان بيقول لك إيه؟ نفس القانون، هو بيقول لك إن أنا أقدر أحلي الكتلة أحولها لطاقة. هي طاقة، يعني بيقول لك إن أي جسم جواه طاقة جوه جسمه متخزنه في كتله، فانا اقدر احول الكتله دي لطاقه. القانون بيقول لي ايه؟ ايه بتساوي ام في سي تربيع. السي دي عباره عن كتله سرعه مربع سرعه الضوء، السي دي عباره عن سرعه الضوء، والام كتله الجسم، وهكذا. الاي هي عباره، بص هنا، الاي هي عباره عن الطاقه وبالجول وحده قياسها الرئيسيه، الكتله ام ووحده قياسها كيلوجرام، وسي تربيع وعباره عن مربع سرعه الضوء. طب سرعه الضوء الواحد بكام؟ السي بتساوي 3 في 10 أس 8. ماشي. قال لك انا اقدر هنا احول الكتله الى طاقه والعكس. جميل. يعني ممكن من كمية، بص قال لك ممكن من كمية بسيطة جدا 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 من الكتلة تنتج طاقة ضخمة جدا جدا. ليه؟ لأن هي تبقى كتلة مضروبة في 3 في 10 أس 8 الكل تربيع، يعني مضروبة في، بص قد إيه، يعني مضروبة في حاجة كبيرة جدا جدا جدا. ماشي تعال نكمل. وحدة القياس أنا عندي نوعين، عندي حالة بقيس بيها الكتلة بالكيلوجرام، والسرعة طبعا ملهاش وحدة فهي عبارة عن 3 في 10 أس 8 الكل تربيع، والطاقة بالجول. ولكن لو الكتلة باليو اللي هي وحدة الكتل الذرية، فبالتالي السي تربيع أشيلها وأحط مكانها 931، والطاقة أقدر أشيل الجول وأحط مكانه 1,000,000 إلكترون فولت. ماشي جميل جميل جدا جدا. ماشي. قال لك ان الواحد جول، 1,000,000 إلكترون فولت، 1,000,000 إلكترون فولت هو عبارة عن 1.6 في 10 أس -13. جميل جميل
ماشي، يعني عشان احول من مليون الكترون فولت لجول اضرب في 1.6 في 10 اس سالب 13. طيب من جول لمليون الكترون فولت اقسم، وهكذا. ماشي، تعالى يا صديقي نكمل، يلا بينا. المثلثين اللي انا هحل بيهم يا صديقي في قانون اينشتاين. اول مثلث ان لو الطاقه بالجول الاي هنا بتساوي ام في سي تربيع، المثلث بيبقى كده عشان يبقى الظاهر اول بيبقى كده بس. تعمل المثلث ده يحل لك اي سؤال. طيب المثلث التاني لو بالمليو الكترون فولت هتختار المثلث ده. ماشي، المثلث الاولاني اي بتساوي ام في 3 في 10 أس 8 الكل تربيع. طب لو عايز الام اقول اي على 3 في 10 أس 8 الكل تربيع. اكيد مش هيقول لك احسب لي السي لان كده هو قانون ثابت. ماشي، والناحيه التانيه كده نفس الفكره، ام في 931 او اي على 931. تعال نكمل. بسم الله. تعالى بقى يا صديقي نحل كام سؤال كده. اول سؤال بيقول لي يحسب كمية الطاقة الناتجة عن تحول 2/10 جرام من مادة لطاقة. طيب ثواني، قال لك جرام، انا بتعامل بالجرام؟ لا، هو يهمه وحدة الكتل الذرية او بالكيلو جرام. طيب انا ما خدتش طريقة تحويل الجرام لوحدة الكتل الذرية، بس عندي طريقة من جرام لكيلو جرام. من جرام لكيلو جرام اقسم على 1000، بسيطة. خلاص كده انا بقى عندي الكتلة ب2/10 جرام، وكمان مطلوب عندي الطاقة بالكيلو جول. خلي بالك اهو، قال لك حسب كمية الطاقة الناتجة عن تحول 2/10 إلى طاقة وعبر عنها بالكيلو جول، وتحويل الجرام إلى كيلو جرام. أول حاجة أنا هحول الوحدات، هقول 2 في 10 أس سالب 4. ليه عمل كده؟ هي عبارة عن 2/10. 2/10 دي هي عبارة عن 2 في 10 أس سالب 1. دي أول حاجة. طيب ده كده جرام، عايز احول من جرام لكيلو جرام، فبقول في 10 أس سالب 3. فيبقى 10 أس سالب 1 في 10 أس سالب 3 ب 10 أس سالب 4، عشان بس ما تاخدش الحته دي. ماشي، هيديني الناتج ده يا صديقي 2/10 على 1000. ماشي، الخطوة الثالثة هنطبق بالقانون. هنقول الاي بتساوي ام سي تربيع. معايا الاي الام هي عبارة عن 2 في 10 أس سالب 4، والسي هي عبارة عن 3 في 10 أس 8 الكل أس 2 اللي هو عبارة عن 9 في 10 أس 16. فهيديني الناتج ده. خلاص خلصنا. ده كده بالجول، لو سبتها كده تنقص قال لك عبر عنها بالايه؟ كيلو جول. فتحول من جول لكيلو جول، يعني تقسم على 1000. هتقول 1.8 في 10 أس 13 على 10 أس 3 هيديك 1.8 في 10 أس 10. ده أول مثال معانا. تاني مثال قال لك عايز أحسب الطاقة بالملي إلكترون فولت الناتجة من 5 جرام. ماشي، أول طريقة معانا الكيلو جول، الكيلو جرام عذرا. أحول 5 جرام ل 5 في 10 أس سالب 3 كيلو جرام، وبعدين اعبر بالقانون الاي بتساوي ام سي تربيع. اطبق بالقانون، مش لازم بقى كل شويه اقول لك الناتج. اي بتساوي ام سي تربيع، معاك الام، وطبعا انت عارف السي تربيع بكام. هيديك ان الاي عباره عن 4.5 في 10 اس 14 جول. ماشي، عايز احولها لملي الكترون فولت. هتقسم على 1.6 في 10 اس سالب 13. دي اول طريقه. تاني طريقه قال لك يا صديقي علما بان، ماشي، دي كانت جايه في المعطيات، ان ال1 جرام بيكافئ ده. فهتقول له بما ان ال1 جرام بيكافئ ده، طب ال5 جرام بيكافئوا كام؟ وهتعمل مقص. بس الطريقه الاسهل والامن هي الطريقه دي. طيب ماشي، خلينا نكمل. مثال 3 قال لك عايز الكتله بالكيلو جرام اللي تتحول لطاقه مقدارها 190 مليون الكترون فولت. طيب نعمل ايه؟ خلي بالك قال لك الكتله بكام؟ كيلو جرام، فكده لازم تكون الطاقه بكام؟ بالجول. ماشي، بحول من مليون الكترون فولت لجول، فاضرب في 1.6 في 10 أس سالب 13. هيديني الناتج هو 304 في 10 أس سالب 13. وبعدين طبق القانون. لو عايز اجيب الام بتساوي اي على سي تربيع، اللي هي عباره عن الاي اللي انا قلتها على 9 في 10 أس 16 او 3 في 10 أس 8 لكل تربيع. هيديك الناتج وخلاص، بس مش لازم اقعد ارغي فيها كتير يعني. طيب دي اسئله انت هتحلها حضرتك لوحدك، هي اسئله سهله جدا، حلها لوحدك وباذن الله تعرف تحلها كل سهوله. تعال نخش على الجزء الثاني وهو طاقه الترابط النووي.
ايه هي يا صديقي طاقة الترابط النووي دي؟ قال لك هي الطاقة اللازمة للتغلب على قوة تنافر بين البروتونات داخل النواة. اصل البروتونات دي شحنتها موجبة، موجب وموجب يحصل تنافر، فانا مش عايز التنافر ده يحصل، لان لو التنافر ده حصل مكونات النواة هتتفتت وتبعد بعيد عن بعضها، فانا بعمل حاجة اسمها طاقة ترابط نووي. حلو. قال لك يا صديقي بنحتاجها في ايه؟ قال لك البروتونات كلها موجبة، فموجب وموجب بيحصل تنافر فبتتمسك. ماشي. مفهوم نقص الكتلة. بس احنا قلت لك في حاجة اسمها نقص الكتلة. بنلاحظ ان الكتلة الفعلية غير الكتلة النظرية. ازاي؟ قال لك ان الكتلة النظرية دي بتكون اعلى من الكتلة الفعلية. قال لك الفرق بقى في الكتلة ده هو عبارة عن الكتلة النظرية ناقص الفعلية، والنقص في الكتلة ده اللي بيتحول الى طاقة الترابط النووي. هي دي الطاقة اللي بتمسك مكونات النواة ببعضها. ماشي. انا كده يا صديقي بجيب الطاقة الترابط النووي، بجيب الكتلة اللي اتحولت لطاقة، اجيبها اللي هي عبارة عن دلتا ام الكتلة النظرية ناقص الكتلة الفعلية، وبعدين اروح ضاربها في 931 اجيب طاقة الترابط بالمليون الكترون فولت. ماشي. قال لك ملاحظة، طبعا دول كلهم بيعطوا في السؤال. قال لك ان البروتون كتلته كده، والنيوترون كتلته كده، والالكترون صغيرة جدا 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 تكاد تكون صفر بس كتلته كده. ماشي. قانون الكتلة النظرية. قالك ان الكتلة النظرية دي هي عبارة عن، يعني ازاي يحسب الكتلة النظرية؟ عدد البروتونات في كتلة البروتون الواحد زائد عدد النيوترونات في كتلة النيوترون الواحد. اصل بص، الكتلة النظرية دي قصدي عبارة عن كتلة النواة. طب ما النواة بتتكون عن ايه؟ بروتونات ونيوترونات، فاجيب كتلة البروتونات كلها اجيبها ازاي؟ عددهم في كتلة البروتون الواحد، ونفس الفكرة مع عدد النيوترونات. ولكن الكتلة النظرية دائما اكبر من الفعلية، والفرق بينهما يحول الى طاقة، وهو ده طاقة الترابط النووي. قال لك حل معايا استاذ صديق. نواة الهيليوم. قال لك طبعا مديني كتلة البروتون وكتلة النيوترون والكتلة الفعلية للنواة. ماشي. عايز يعرف ايه؟ اول حاجه يا صديقي نشوف الهيليوم بيتكون من ايه. قال لك الهيليوم ده عباره عن 2 4، العدد الكتلي بتاعه 4 والعدد الذري بتاعه 2، فبالتالي عدد البروتونات 2، عدد النيوترونات ايه ناقص زد، لو 4 ناقص 2 بتساوي 2. حساب الكتلة النظرية. الكتلة النظرية دي عبارة عن ايه؟ عدد البروتونات في كتلة البروتون الواحد زائد عدد النيوترونات في كتلة النيوترون الواحد، هيديني الناتج ده 4.0319 يونت. حلو كده، جبت الكتلة. انا عايز احولها لطاقة، اروح جايب الكتلة دي ضاربها في 900. فين يا صديقي؟ معلش عذرا، احنا كده جبنا الكتلة النظرية، لسه عايز اجيب الكتلة الفعلية بقى. الكتلة الفعلية قال لك اهو مديهانا اهو، هنروح طارحها من النظرية. اقول لك بقى ايه هيدي الناتج ده 0.0304 يونت، ده دلتا ام. طب ده انا عايز بقى طاقة الترابط اجيبها ازاي؟ دلتا ام في 931، دلتا ام في 931 هيدي الناتج ده 28.3 مليون الكترون فولت. طيب هو قال لك ايه؟ قال لك عايز يحسب طاقة الترابط لكل نيوكليون. انا كده طاقة الترابط الكلية انا عايز لكل نيوكليون. هو العنصر ده في كام نيوكليون؟ 4، يبقى اقسم على 4، 28.3 على 4 هيديني 7.075. طب انا اكون وضحت يا صديقي؟ لو ما وضحتش تعالى نشوف المثال اللي بعده. بسم الله. قال لك يا صديقي ان هو مديني كتلة البروتون وكتلة النيوترون والكتلة الفعلية. جميل. عايز ايه؟ قال لك طاقة الترابط لنواة الاكسجين. ماشي. الاكسجين ده هو عبارة عن، معلش عشان هو مش مكتوب هنا، O618 عذرا O816. ماشي. عايزين نحسب ايه يا صديقي؟ ركز معايا بقى. الاكسجين انا عايز اجيب عدد النيوترونات 16 ناقص 8 ب8. طبعا انا عارف ان عدد الذري اللي هو عدد البروتونات 8. طيب اذا انا عندي 8 بروتون 8 نيوترون. عايز اجيب الكتله النظريه، عدد البروتونات في كتله النيوترون، عدد في كتله البروتون زائد عدد النيوترونات في كتله النيوترون، هيديني الناتج ده صديقي 16 علامه 1276 يونت. بعدين دي الكتله النظريه، عايز اجيب الكتله الفعليه، هو مديهاني، فبروح اجيب دلتا ام. دلتا ام هي عباره عن الكتله النظريه ناقص الكتله الفعليه، هيديني الناتج ده يا صديقي
صفر علامة 1327 يونت. بعدين احولها لايه؟ ركز معايا، احولها لطاقة، اضربها في 931 هيديني 132.5 مليون الكترون فولت. طب لو قال لي لكل نيوكليون اقسم على عدد النيوكليونات، عندي كام نيوكليون؟ 16، اقسم على 16 هيديني 7.72 مليون الكترون فولت. طيب المثال اللي بعده ملهاش لازمة، خلاص احنا كده حليناها. طيب تعالى بقى يا صديقي نكمل اللي علينا. تعالى بقى يا صديقي نخش على الدرس التاني. أول حاجة يا صديقي عمل لك مقارنة ما بين التفاعل الكيميائي والتفاعل النووي. قال لك يا صديقي إن التفاعل الكيميائي بيتم بين الإلكترونات الخارجية، بينما التفاعل النووي بيتم بين البروتونات والنيوترونات في النواة. طب النواة التفاعل الكيميائي ما بتتغيرش، لا طاقتها ولا كتلتها ولا أي حاجة بتتغير، بينما في التفاعل النووي تتغير كليا، بيتحول أصلا لعناصر تانية وهنعرفها دلوقتي. طب العائد الذري ثابت في التفاعل الكيميائي، بينما النووي بيتغير. طب العنصر بيتحول ولا لا؟ في التفاعل الكيميائي ما بيتغيرش، هو لو صوديوم بيفضل صوديوم، بينما في النووي لا بيتغير، وهنشوف ازاي. الطاقة المنطلقة صغيرة جدا، صغيرة نسبيا، بينما في النووي ضخمة جدا جدا جدا. ماشي. لكن الصوديوم مثلا ممكن يتحول لايون صوديوم موجب فقد الكترون بالتفاعل الكيميائي، بينما اليورانيوم اليورانيوم هيتحول لثوريوم زائد ألفا، كده اتحول تماما. ماشي. تعال بقى نشوف قانون اسمه قانون المجموع الجبري. طبعا ده اسمه نشاط إشعاعي طبيعي، يعني العنصر بيتحول لإشعاعات وعنصر تاني من تلقاء نفسه. قال لك إن إكس ده اسمه العنصر الأم، والواي هو عبارة عن العنصر الوليد، والإيه هذا هو عبارة عن الجسيم المنبعث. ماشي. قال لك هنا بقى يا صديقي حاجة اسمها مجموع جبري. بنعمل ايه؟ شايف الايه دي؟ الايه دي هي عبارة عن ايه برايم اللي هي الايه شرطة دي زائد الايه سمول. ماشي. ده كده عشان احسب، انا بقول لك ده قانون. ماشي. وطبعا الاعداد الذرية برضو كلها بتساوي بعض وهكذا، نشوفها ازاي. ماشي. قال لك بس تعالى بس نقارن بين النشاط الإشعاعي الطبيعي والصناعي. قال لك الطبيعي بيحدث دون تدخل الإنسان، والعنصر بيبقى موجود في الطبيعة أصلا، اللي بيتكون أو اللي ما بيتكونش، ويصدر من تلقاء نفسه، وده اللي هناخده المرة دي، زي اليورانيوم والراديوم والثوريوم، وما ينفعش أتحكم فيه، ما أقدرش أتحكم فيه. بينما الصناعي أنا اللي بعمله، الإنسان بيعمله، وبعمله بخلال عمليات معينة، وهناخده إن شاء الله في الدرس اللي بعد كده في نفس الفيديو. طبعا زي المفاعلات النووية وهكذا، ويستخدم في الطب والصناعة، كل ده هناخده دلوقتي. طيب أنواع الإشعاع الطبيعي، أنا عندي 4 إشعاعات، عندي ألفا وبيتا وبوزيترون وجاما. ماشي. جسيم ألفا هو عبارة عن هيليوم 2 4، وده شفناه، هو عبارة عن 2 بروتون و2 نيوترون، كتلته 4 وشحنته موجب 2. طب بيتا السالب هو عبارة عن إلكترون نواة، يعني شحنته -1، كتلته بصفر أهي 0 وشحنته +1. البوزيترون هو عبارة عن إلكترون موجب أو بنسميه ضد إلكترون، ماشي، شحنته موجبة، كتلته بصفر وشحنته موجب 1. طب جاما ده فوتون ليس له كتلة أو شحنة، كتلته بصفر وشحنته بصفر، هو عبارة عن فوتون كهرومغناطيسي عالي الطاقة. ماشي. تعال بقى نشوف كل تفاصيله ونشوف الحاجات دي عاملة ازاي. قال لك يا صديقي ان جسيم ألفا هذا اللي بيحصل فيه. قال لك أول حاجة ما هو جسيم ألفا؟ قال لك جسيم ألفا هو عبارة عن نواة ذرة الهيليوم، عشان هو عبارة عن 2 4 زي الهيليوم، يتكون من 2 بروتون و2 نيوترون. ماشي. شحنته موجب 2، عدد الكتل 4، عدد الذرة 2. طيب ليه بيختلف عن الهيليوم؟ لماذا يا صديقي يختلف ألفا عن ذرة الهيليوم؟ قال لك إن الهيليوم الطبيعية متعادلة كهربيا، شحنتها بصفر ولها إلكترونات في المدارات بتاعتها، بينما ألفا دي نواة موجبة مجردة، نواة بس يعني ما فيهاش إلكترونات ولا تملك إلكترونات وشحنتها موجب 2. ماشي. قال لك يا صديقي العائد الذري في النواتج لما الجسيم بيطلع ألفا بيقل بمقدار 2، والنيوترونات بيقل بمقدار 2، والعائد الكتلي بيقل بمقدار 4. يعني لو مثلا العنصر الأم
العدد الكتلي بتاعه ايه، فبالتالي الوليد هيبقى ايه ناقص 4. جميل. وطبعا العدد الذري هيبقى ناقص 2 اللي هو هيقل 2، والفا اللي هو هيليوم معلش عذرا 2 4. ماشي. تعال نشوف اليورانيوم مثلا. قال لك ان اليورانيوم ده بيفقد جسيم الفا. اوجد العنصر الوليد بالراحه. اول خطوه نحدد المعطيات. العدد الذري يا صديقي 92 والعدد الكتلي 238 وجسيم الفا 2 4. اكتب المعادله. اليورانيوم هو عباره عن 92 238 واكس زد ايه وهيليوم 2 4. نحسب العدد الذري ونحسب العدد الكتلي. اول حاجه بص النواتج، مجموع النواتج بيساوي مجموع المتفاعلات. النواتج ده عباره عن زد، مثلا لو كان العدد الذري الاول زد زائد 2 هيساوي 92، اذا الزد بتساوي 90. طب العدد الكتلي بص، العدد الكتلي هو عباره عن برضو ان مجموع النواتج يساوي مجموع المتفاعلات. النواتج هو عباره عن ايه زائد 4 هيساوي المتفاعلات اللي هي 238، اذا الايه هو عباره عن 234. يبقى العنصر ده هو الثوريوم 90 234 يا صديقي يا صدوق. طيب جسيم الفا برضه نفس الفكره، مش عايزين ندوس فيها برضه جامد، انت تبقى بص عليها. النيجاترون هو عباره عن جسيم بيتا السالب. انا عندي بوزيترون والنيجاترون. هشرح عن النيجاترون. ايه هو النيجاترون يا صديقي؟ هو عباره عن الكترون نواه، هو عباره عن الكترون بس جوه النواه، شحنته بسالب 1 وكتلته بصفر. يبقى العدد الذري بيزيد 1 للعنصر المتكون وكتلته ما بتتغيرش. كيف يتكون النيجاترون؟ قال لك يتكون في النواه الى بروتون والكترون، عندما يتحول نيوترون الى بروتون والكترون. مش عليك اصلا المعلومه دي ملهاش لازمه. لكن العدد الكتلي بيبقى ثابت لما بيطلع بجسيم بيتا السالب او النيجاترون، وعدد النيوترونات بيقل بمقدار 1 والعدد الذري بيزيد بمقدار 1. يعني لو العدد الكتلي بايه يبقى العنصر المتكون ايه برضه. طب العدد الذري لو زد يبقى العنصر المتكون هيبقى زد بلس 1 اللي هي زد زائد 1 زائد الالكترون اي سالب 1 وصفر. بيتكتب بالمنظر ده. ماشي. تعال نشوف مثال. قال لك الكربون وجسيم بيتا السالب. الكربون سي 614 بيفقد جسيم بيتا السالب او النيجاترون. اول خطوه معطيات، هي 4 خطوات دايما. معطيات معادله عدد ذري عدد كتلي. المعطيات هو عباره عن زد ب6 ولا ب14 والمنبعث جسيم بيتا السالب زد بسالب 1 ولا بصفر. المعادله كربون 14 6 او 6 14 اكس زد ايه زائد الالكترون سالب 1 صفر. العدد الذري النواتج، مجموع النواتج يساوي المتفاعلات زد ناقص معلش زد زائد سالب 1 اللي هي زد ناقص 1 بيساوي 6، يبقى زد هتساوي 7. العدد الكتلي ما بيتغيرش، ايه زائد صفر ب14 ايه ب14. دي طريقه الخطوات. عايز تحلها بمجرد النظر. العدد الذري هيزيد 1 يعني كان 8 كان 6 هيبقى 7. العدد الكتلي هيفضل زي ما هو يعني هيفضل 14. ماشي يا صديقي تعالى نكمل. تعالى بقى يا صديقي نخش على جسيم بيتا الموجب او البوزيترون. قال لك البوزيترون ده هو عباره عن ضد الالكترون. الالكترون كان سالب 1 بينما البوزيترون موجب 1. قال لك ان نفس الكتله والحجم ولكن شحنته موجب 1. مش مهم الخصائص لسه قايلها لك اصلا دلوقتي. ماشي. اللي بيحصل العدد الذري بيقل بمقدار 1، عدد النيوترونات بيزيد بمقدار 1، العدد الكتلي لا يتغير. عكس النيجاترون. النيجاترون كان العدد الذري بيزيد بمقدار 1، هنا بيقل بمقدار 1. النيوترونات كانت بتقل بمقدار 1، هنا بتزيد بمقدار 1. ماشي. قالك اداك مثال يا صديقي من الصوديوم 11 22 وطلع الكترون موجب 1، فبالتالي الايه بص العدد الذري هيقل 1 كان 11 ب 10. طب العدد الكتلي ثابت بقى 22 بس كده. طيب الفا واخر حاجه معانا دلوقتي في الاشعاعات. بص يا صديقي ركز معايا بسم الله. قال لك اشعه جاما عذرا ليست جسيم بل فوتون. الفوتون ده موجات كهرومغناطيسيه عاليه الطاقه ليس لها شحنه ولا كتله. خلاص اقول لك. قال لك ان دي ملهاش شحنه وملهاش كتله وما بتحصلش تحول عنصري، يعني العنصر بيفضل زي ما هو وطاقته بتكون اعلى من الباقيين، اعلى من البوزيترون والنيجاترون والفا.
قال لك ليه بتنبعث الجاما؟ قال لك النواة بتكون غير مستقرة فتحتوي على طاقة زائدة عن الحاجة، تفرغ هذه الطاقة على هيئة فوتونات جاما، بعد الإشعاع تصبح النواة أكثر استقرارا. بس كده. طبعا جاما بسبب ان هي ملهاش شحنة او كتلة تحول عنصر فما بقاش ليها اي معادلة. ماشي، دي مقارنة تبقى بص عليها فيها كل اللي احنا كل اللي اتقال بالظبط، بس ايه على هيئة جدول كده. وادي مثال 2. حلو، تبقى بص على الحاجات دي يا صديقي. انا اصلا في كل حاجه انا شارحها لك مديلك امثله انت تحلها، فانا الملزمه دي هبعتها لك على جروب التليجرام، فانا بقول لك ضروري تكون في جروب التليجرام، وهتمسك بقى الPDF ده وتفصصه في كل حاجه يا صديقي بالتفصيل، حرفيا بيشرح لك كانك عيل صغير جدا. ماشي، هخش بقى على زمن عمر النصف. ايه زمن عمر النصف ده؟ هو الزمن اللازم لتحلل نصف عدد انواع ذرات العنصر المشع. ماشي، اديني مثال. البيزموت مثلا، البيزموت ده كان في البدايه كان 100 جرام، بعد 8 دقايق اكتشفنا ان هو بقى 50 جرام، طب بعد 16 دقيقه بقى 25 جرام، كل 8 دقايق بتعدي بيقل النص، بعد 24 دقيقه بقى 12 ونص، بعد 32 دقيقه بقت 6 25%. قال لك النشاط الاشعاعي يقل بمرور الزمن والفتره ثابته للعنصر الواحد، اللي هي فتره زمن عمر النصف ثابته. طب بحسبه ازاي؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. قال لك ان زمن عمر النصف ده هو عباره عن T على N، الزمن الكلي على عدد مرات التحلل. ده بحسبه. طب اديني امثله. اقول لك معانا يا صديقي امثله كتير، بص معايا. مثلا نظير المنجنيز 56، زمن عمر النصف له 2.6، أوجد الزمن اللازم ليصبح النشاط ربع ما كانت عليه، يعني هيتحول لنص ونص، يعني كده عندي فترتين عمر النصف. قال لك الخطوة الأولى عايزين نشوف المطلوب. الخطوة الأولى المطلوب قال لك إيه؟ ربعه، يعني كده بيمر، يعني الكتلة معلش عذرا أصبحت ربع الكتلة الأصلية، وعايز الزمن الكلي. ماشي، الإيجاد عدد مرات التحلل قلت لك مرتين، كان نص ونص ربع. تطبيق القانون، فترة عمر النص بيساوي T على N. طب أنا عايز T، هو عبارة عن، معلش عذرا تعالى بقى نكتبها هنا، T على N صح؟ هو عايز T بقى. ماشي، هو هنا مش هيبقى واضحة، فخلينا نشوف نحاول نجيب أي حاجة تانية واضحة. ماشي، حاول تشوف بس كمان هنا يا صديقي. قال لك ان T دي يا صديقي هو عبارة عن ادي T الكبيرة، عبارة عن زمن عمر النصف مضروب في N. زمن عمر النصف بتاعه كام؟ قال لك 2.6 ساعة. تقول 2.6 ساعة في كم مرة تحلل؟ 2. 2.6 في 2 هتلاقي النتيجة يا صديقي ألا وهي 5.2 ساعة. طب المثال اللي بعده قال لك عينة من عنصر مشع كتلتها 12 جرام، بعد 45 يوم تبقى منها 1.5 بس، أوجد زمن عمر النصف. وكان 12 جرام، بعد فترة معينة بقى كام جرام؟ بقى 6 جرام، دي فترة عمر النصف الأولى. طب فترة عمر النصف الثانية بقى 3 جرام، بعد كده بقى 1.5 جرام. أنا كده عندي كام مرة اتحلل فيها؟ أدي مرة 2 3 كده N ب3، بس أنا معرفش فترة عمر النصف، هو ده مطلوب، بس قال لك بعد قد ايه؟ 45 يوم، يبقى دي تي الكلية. فترة عمر النصف بيساوي T على N، 45 يوم على 3، 45 على 3 فيها 15. مثال اللي بعته ابص عليها صديقي، لان احنا مش محتاجين ان احنا كل شوية نبص عليها. ماشي، فانا اعمل لك كل الحاجات دي يا صديقي، فمديلك امثله كتير قوي بحيث ان انت تقدر تحل لوحدك كتير، فتبقى بص عليها. قال لك اخر حاجه معانا في الدرس ده يا صديقي جهاز كاشف الدخان. بيقول لك يا صديقي ان جهاز كاشف الدخان هو احد التطبيقات الحياتيه للمواد المشعه، ويعتمد على النشاط الاشعاعي الطبيعي لحمايه الارواح. ماشي، بنحتاج ايه؟ اول حاجه بنحتاج مصدر مشع، بنجيب نظير اسمه الامريكيوم 241 ويصدر اشعاعات الفا باستمرار، ده اللي بيميزه. وكمان حاجه تانية ان زمن عمر النصف له طويل فبيدوم الجهاز ده. ومحتاج حاجه حساسه للهواء،
عشان تسمح بدخول الهواء، ويحدث تأيين للهواء بواسطة ألفا وتنتج أيونات موجبة وسالبة. مصدر تيار كهربي، بحتاج مصدر تيار كهربي علشان يبقى عندي مجال كهربي يجعل الأيونات دي تتحرك وينشئ تيارا كهربيا. ومحتاج شريحة إلكترونية برضو عشان تراقب التيار وترصد أي انقطاع في التيار وترسل إشارة لجرس الإنذار. وجرس الإنذار ده بحتاجه ليه؟ علشان بيحصل صوت إنذار لو حصل أي حريق أو أي حاجة. ماشي. ايه اللي بيحصل بقى بالتفصيل؟ انا دلوقتي قلت لك اجمالا بس. اول حاجه يا صديقي ان اشعه الفا اللي موجوده دي بتأين الهواء اللي بيمر بتأينه. طيب الايونات دي بتبقى موجبه وسالبه. جميل. الايونات دي برضو بتوصل تيار كهربي، والتيار ده بيمشي في الشريحه الالكترونيه. طب الشريحه طالما في تيار كهربي اقول لك ان كل شيء طبيعي ما بيحصلش انذار. ده حالات طبيعية. طب حالة حدوث حريق قال لك يا صديقي ان الهواء ما بيتأينش، ده اللي بيدخل دخان. ماشي. الدخان ده بيعطل تأين الهواء، فبالتالي مفيش ايونات، فمفيش تيار كهربي، فبالتالي الشريحة دي بترصد انقطاع في التيار الكهربي، وبالتالي الجرس يصدر انذار. قال لك ليه الامريكيوم عموما؟ قال لك زمن عمر النصف ده طويل جدا 432 سنة. طبعا الزمن ده مش حفظ، لا يحتاج تغيير سنوات طويلة. اقتصادي. ويصدر أشعة ألفا فقط. ألفا لا تخترق الجزء الموجب بعمق، أمان للمستخدم. دي معلومة ليك للزمن يا صديقي. كده خلصنا الدرس التاني. طبعا دي خريطة ذهنية تقول لك كل اللي احنا قلناه، وده ملخص، ودي أخطاء شائعة، وادي اختبار على الدرس، أسئلة برضو، وادي مراجعة على الدرس. طبعا كل ده بقول لك بص على الملخص علشان بجد الملف PDF ده فيه كنز، فيه اسئله وفيها حاجات كتيره جدا جدا جدا. فبص عليه، هبعتها في جروب التليجرام يا صديقي. وبكده يا صديقي احنا كده الحمد لله خلصنا مراجعه شهر ابريل، شرحنا فيها كل حاجه. حابب افكرك متنساش ان احنا نعمل كمان حل التقييمات الاسبوعيه من اول الباب الثاني لحد نهايه التقييمات اللي نزلت لحد دلوقتي. كل ده هينزل لك في فيديو واحد برضو كمراجعه حل. يبقى انت هينزل لك مراجعه شرح ومراجعه حل. كده ايه الباقي يا مستر؟ مراجعه الامتحان، ودي ليها تفاصيل ثانيه هعرفك برضو وقتها. فما تنساش يا صديقي تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتدخل جروب التليجرام او قناه الواتساب، هسيبهم لك في الديسكريبشن او في اول كومنت. ده يا صديقي هتلاقي عليه المذكرات وهتلاقي عليها كل حاجه خاصه بالشرح. وكمان لو عندك اي سؤال بتقدر تبعت على جروب التليجرام وانا برد عليك بنفسي. كان معكم زياد مبروك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.